المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحبكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأماجد في الأقاليم. تقديم دعم مالي بقيمة 99 مليون نقفة لأسر الشهداء في الإقليم الأوسط. المواطنون في المهجر ينظمون أنشطة دبلوماسية شعبية. طالبان تعطل 30 جنديا أفغانيا وتستولي على قاعدة عسكرية. أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان. معطل العشرات وتشريد أكثر من مليون بسبب سيول في الهند وبنغلاديش. تم إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأماجد في الأقاليم بتنظيم مختلف البرامج التي تليق بعظمة المناسبة. وفي مراسم إحياء الذكرى التي نظمت على مستوى إقليم القشبركة في مدينة بارنتو، نظمت في 19 من يونيو مسيرة شموع في أهم طرق المدينة شارك فيها الآلاف من المواطنين تتقدمهم فرقة المارشات العسكرية وقوات الجيش، فيما نظموا مسيرة في 20 من يونيو من وسط مدينة بارنتو حتى مقبرة الشهداء. وقد نقل الرفاة الشهيدة من ضاحية بريما كانتري إلى مقبرة الشهداء. وفي إحياء الذكرى الذي جرى في إقليم جنوب البحر الأحمر، نظمت فيه مسيرة الشموع ومسيرة من مدينة عصب إلى مقبرة الشهداء بطول 10 كيلومترات، وقدمت برامج وكلمات تمجد وتعظم معجزات الشهداء والاستعداد لتنفيذ وصايا الشهداء وفاء لهم. كما نظم برنامج مماثل في مدينة كرن على مستوى إقليم عنسب لإحياء الذكرى، يضم تنظيم مسيرة الشموع في 19 من يونيو الجاري وتقديم كلمات وبرامج ثقافية في 20 من يونيو. وأوضح مراسل إرينا أنه بعد اختتام البرامج توجه المواطنون إلى ضاحية رقم 6 للتجمع في المأدبة المعدة هناك لإحياء الذكرى مع أسر الشهداء. ونظمت مسيرة الشموع في 19 من يونيو الجاري بإقليم شمال البحر الأحمر في نصب الشهداء بطوالة إحياء لذكرى 20 من يونيو. كما نظمت مسيرة في 20 من يونيو إلى مقبرة الشهداء جدد فيها المواطنون عهدهم لتنفيذ وصايا الشهداء وفاء وإجلالا لهم. وفي برنامج إحياء الذكرى الذي نظم في مدينة عدقية على مستوى الإقليم الجنوبي، نظمت مسيرة الشموع في 19 من يونيو إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، شارك فيها الآلاف من المواطنين وطلاب الكليات وأعداء قوات الدفاع تتقدمهم فرقة المارشات العسكرية. ونقلت بمناسبة 20 من يونيو رفاة 500 من الشهداء المقاتلين من المكان المؤقت إلى المكان الجديد المخصص لتلك الرفاة تمجيدا لهم. وفي الختام نظم برنامج التشجير وإضاءة الشعلة في داخل مقبرة الشهداء. أحيا الإرتريون المقيمون في مختلف دول المهجر 20 من يونيو ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز، منظمين مختلف البرامج التي تليق بعظمة المناسبة. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل عبد الله محمد علي. جدد الإرتريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والنمسا عهدهم بمناسبة ذكرى 20 من يونيو، ذكرى الفخر والعز لتنفيذ وصية الشهداء بالعمل المضاعف. وأحيا الإرتريون المقيمون في فيلادلفيا الأمريكية وضواحيها ذكرى الشهداء بتنظيم مسيرة وإضاءة الشموع وتبرع في المناسبة بمبلغ $6,600 لصالح صندوق أمانة الشهداء، وكانوا قد تبرعوا في العامين الماضيين لنفس الغرض بمبلغ $18,000. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإرتريين المقيمين في مدينة شيكاغو الأمريكية وضواحيها نظموا برنامج لإحياء 20 من يونيو، واتخذوا بمناسبة الذكرى مسؤولية رعاية 30 أسرة شهيد، وتبرعوا ابتداء من العام 2004 لصالح أسر الشهداء بحوالي $220,000. في غضون ذلك أحيا الإرتريون المقيمون في مدن وانينغ وإدمنتون وساسكاتون وكيتشنر وغالف الكندية بفخر واعتزاز منظمين برنامج يوضح لأبنائهم معنى التضحيات وثمن الاستغلال.
كما أحيا الإريتريون المقيمون في دبي وشمال الإمارات العربية المتحدة 20 من يونيو ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع، مؤكدين جاهزيتهم لبناء إريتريا المزدهرة وطن أمانة الشهداء المحافظة على وحدتها وسيادتها. وفي مراسم إحياء الذكرى الذي نظم في جدة بالمملكة العربية السعودية، ألقى قنصل إريتريا بالمدينة السيد صالح محمود سبة كلمة ذكر فيها توريد 243,821 ريال سعودي لكفالة 91 أسرة شهيد هذا العام، واتخذ 597 من سكان مدينة جدة خلال 14 عاما مسؤولية رعاية 1158 أسرة شهيد. كما أحيا الإريتريون المقيمون في مدن إيطاليا ذكرى الشهداء مضيئين الشموع وإعداد برامج توضح المعجزات التي صنعها الأبطال وصمود الشعب الإريتري تحت شعار ذكرى تعزز الأمانة. وألقى مسؤول الشؤون الجماهيرية والجاليات السيد جرماي هبت ميكائيل في برنامج إحياء الذكرى الذي نظم في ميلانو الإيطالية كلمة أوضح فيها أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية التي لا تتعوض إكراما وتثمينا لشعبهم يجب رعاية أسرهم، ورغم أنها لا توازي الثمن الباهظ الذي بذلوه إلا أنها تخلق راحة الضمير وداعيا لمواصلة تنفيذ أمانة الشهداء بشكل أقوى. وتجمع الإريتريون المقيمون في النمسا في مدينة فيينا لإحياء ذكرى الشهداء الذين استشهدوا من أجل الاستقرار والسلام والسيادة والوحدة الوطنية، معبرين عن فخرهم بشهدائهم. أعلن فريق مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط عن تقديم دعم مالي لأسر الشهداء بقيمة 99 مليون نقفة ابتداء من شهر يناير لعام 2017 وحتى شهر مايو 2018. وأوضح مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية بالفرع السيد سيوم أوبا ميكائيل لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا استمرارية مبادرات رعاية أسر الشهداء التي يتخذها المواطنون في الداخل والخارج حسب إمكانياتهم، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسر الشهداء. وتقوم مدرستي حلاي وإسحاق والدمدهن الثانويتين في العاصمة أسمرة بمساعدة كل واحدة منهما 12 أسرة شهيدة، موضحا تنظيم دورات مهنية لخلق أرضية مناسبة تساعد أزواج الشهداء وأبنائهم للاعتماد على أنفسهم. وقالت السيدة دهب قبل مسقال التي ترعى 3 أسر الشهداء باسم أسرة تخستي حيلم إن دعم أسر الشهداء لا يتوازى مع مهنة الشهداء، إلا أن الوقوف إلى جانب أسر الشهداء يعكس قيم ومكانة الشهيد الرزينة. وذكرت السيدة لملم سجيد بأنها تعيش في بلدها مرتاحة ومطمئنة وفخورة باستشهاد أبنائها، معربة عن شكرها للحكومة والشعب الإريتري الذين يقدمون لها الدعم والمساعدات. من جانبه قال مدير مدرسة إسحاق والدمدهن الأستاذ كستي مسجنا إن طلاب المدرسة وابتداء من عام 2015 ظلوا يساعدون 12 أسرة شهيد، وهذا إن لا يدل على توارث القيم الوطنية النبيلة. تبرع سكان ضاحية واليكو بمدينة كرن بأكثر من 15,000 ناقصة بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبرار ل75 أسرة شهيد تعيش في وسطهم بالضاحية. وقال المتبرعون إن مسألة رعاية أسر الشهداء لا تترك للحكومة فقط، موضحين بأن إسهاماتهم تؤكد وقوفهم إلى جانب أسر الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم للزود عن الوطن. وأشار سيد بخيت قبطان مدير ضاحية رقم 6 إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه المواطنون سنويا بمناسبة ذكرى الشهداء طوعية منهم لإحياء الذكرى مع أسر الشهداء منذ بداية البرنامج الذي مضى عنه 13 عاما منظمين مأدبة غدا. من جانبهم أشادت أسر الشهداء المقدم لها الدعم المبادرة التي اتخذها السكان، مؤكدين جاهزيتهم لتحقيق الهدف المنشود الذي سقط أبنائهم من أجله. وأشارت المعلومات الواردة من هناك إلى أن سكان ضاحية واليكو تبرعوا منذ 2005 العام الذي بدأ فيه البرنامج لدعم أسر الشهداء 100,000 نقفة. نظم المواطنون المقيمون في مدينة شيكاغو الأمريكية ولوساكا بزامبيا ومانشستر البريطانية وبولونيا الإيطالية أنشطة دبلوماسية شعبية واسعة. محمد علي حميدة والمزيد من
وأجرى أعضاء مختلف المنظمات الوطنية في مدينة شيكاغو الأمريكية وضواحيها لقاء مع مسؤولي السفارة الأريترية بالولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتأسيس جالية بالمدينة. وأشارت المعلومات الواردة بأن الهدف من اللقاء هو تأسيس وتقوية مركز ثقافي إضافة إلى تأسيس الجالية. وقد تبرع المواطنون $55,000 من أجل إنجاح الهدف المنشود. كما عقد سفير إريتريا في جنوب إفريقيا ودول الجنوب الإفريقية السيد صالح عمر سمينارا كما عقد سفير أوساكا بزامبيا تركز حول تعزيز معارفهم ورفع وعيهم فيما يتعلق بأوضاع البلاد وتقوية تأطيرهم. واختيرت لجنة جديدة لإدارة شؤون الجالية. في غضون ذلك أجرى أعضاء المنظمات الأريترية في مدينة بولونيا الإيطالية تقييم النصف السنوي. وألقى سفير إريتريا في جمهورية إيطاليا السيد فسهاطين بطرس كلمة قال فيها إن برامج التنمية والتصدي المنتظمة بواسطة الشعب والحكومة تهدف إلى إرساء السلام وتأكيد التطور المستدام، داعيا المواطنين في المهجر لتعزيز قدراتهم المهنية وإمكاناتهم الاقتصادية من أجل إنجاح الاستثمار الوطني. وذكر في المناسبة بأن البرامج المنتظمة خلال 6 أشهر ظلت تحقق نتائج جيدة. وأصدرت في المناسبة توصيات ومقترحات لإدارة أعداد المواطنين المشاركين في البرامج الوطنية التي جاءت تزداد يوما إثر آخر بشكل فعال. كما عقد السفير فسهاطين بطرس سمينارا للأريتريين المقيمين في مدينة بولونيا حول الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا. في غضون ذلك نظم في 16 و17 من يونيو الجاري في مدينة مانشستر مهرجان سباق الدراجات الهوائية للأريتريين المقيمين في المملكة المتحدة. وألقى سفير إريتريا في بريطانيا وشمال إيرلندا السيد ستيفانوس هابتماريام كلمة ذكر فيها بأن الأنشطة الرياضية المنتظمة تلعب دورا بارزا في تقوية الوحدة والوئام، إضافة إلى دورها الهام في بناء الشباب جسديا وذهنيا، مشيدا بالجهات المنظمة للبرنامج. المشاهدون الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضاء الأريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. قال حاكم إقليم بادغيس الأفغاني إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن واستولت على قاعدة عسكرية في الإقليم الواقع بغرب البلاد في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر. وانتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنته طالبان ل3 أيام يوم الأحد. وذكر عبد الغفور مالك زاي حاكم الإقليم أن طالبان هاجمت نقطتي التفتيش في الساعات الأولى من الصباح. وقال عبد العزيز بيك رئيس المجلس الإقليمي في بادغيس أن طالبان استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة بالا مرقاب. وأكد نقيب الله أميني المتحدث باسم شرطة بادغيس معطل 30 جنديا، وقال أن طالبان قتلت 4 جنود في هجمات منفصلة استهدفت نقاط تفتيش أمنية في نفس المنطقة. وكانت الحكومة الأفغانية قد دعت أيضا إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر. ودخل مقاتلو طالبان مدنا عديدة في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع احتفالا بالعيد. قالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي أن بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. وصوت المجلس الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق في سقوط قتلى في قطاع غزة، واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة. والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها 3 سنوات في المجلس الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، ولطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه. وتتهم واشنطن المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا بمناهضة إسرائيل. وسيكون الانسحاب من المجلس أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ واتفاق إيران النووي. قالت السلطات أن السيول نتجت عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب آسيا تسببت في مقتل العشرات وتشريد أكثر من 1,000,000 شخص معظمهم في شمال شرق الهند وبنغلاديش. وأفاد
برهما بوترا الذي يجري من جبال الهيمالايا إلى الهند ثم يمر عبر بنغلاديش على ضفتيه ليغمر أكثر من 1500 قرية في ولاية آسام الهندية في الأسبوع الماضي. وأسفرت السيول عن مقتل ما يقرب من 20 شخصا وتشريد نحو 800 ألف شخص في ولايات آسام وتريبورا ومانيبور الهندية. وقال مسؤولون في بنغلاديش حيث مصب النهر أن 11 شخصا قتلوا بينما شرد أو تضرر أكثر من 250 ألفا بسبب الفيضانات. قالت شيريل وارنر المتحدثة باسم قسم الاستكشاف الإنساني في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن الولايات المتحدة تريد إرسال روبوتات لاستكشاف القمر بحلول العام المقبل تمهيدا لعودة إرسال رواد فضاء إلى هناك لأول مرة منذ عام 1972. وأضافت وارنر أن ناسا تخطط لسلسلة من البعثات إلى القمر العام المقبل بهدف تطوير القدرة على العودة إلى القمر. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر ديسمبر توجيها قال فيه إنه سيسمح لرواد الفضاء بالعودة إلى القمر ومن ثم قيادة بعثة إلى كوكب المريخ. والشهر الماضي أمر ترامب بإدارته بمراجعة قوانين رحلات الفضاء التجارية. مشاهدينا فاصل من ثم نعود لمتابعة النبأ الرياضي، فابقوا معنا.